كنا نتحدث عن الدبلوماسية والتطورات هذه، والحقيقة أن الدبلوماسية الجزائرية أصبحت دبلوماسية التسكع في العواصم، دبلوماسية استقبلت واستقبلني، دبلوماسية الصور التذكارية، دبلوماسية الصفقات التي لا تستفيد منها الجزائر في شيء، ولكن على مستوى التأثير لا توجد دبلوماسية. الجزائر أكبر قضية تتبناها دبلوماسيا هي قضية الصحراء، وتراها هي شرفها وعرضها، وصار إبراهيم غالي هو تمثال الأمير عبد القادر الذي موجود في ساحة الأمير في العاصمة. الآن الإله المقدس المصنوع من التمر والشمع والطين والزيتون هو إبراهيم غالي للأسف الشديد. المغرب يتطور ويصنع حلفاء. جاب أمريكا وتكلمنا عليها من قبل، قالت بالحكم الذاتي. إسرائيل دولة عندها لوبيهات مؤثرة في كل أنحاء العالم، اعترفت بمغربية الصحراء وتدعم الحكم الذاتي. إسبانيا التي هي المحتل السابق لهذا الإقليم الجغرافي تعترف بسيادة المغرب على الصحراء وتدعم الحكم الذاتي. الدول التي كانت تعترف بالبوليزاريو تتراجع، وهناك من تراجعت وتم دفع الأموال، ونذكر في هذا السياق كينيا التي دفعت لها الجزائر 3 مليار دولار حسب بعض المصادر فقط من أجل أن تبقي على اعترافها بجمهورية البوليزاريو. تدفع 3 مليار دولار من أجل أن يبقى يعترف بجمهورية البوليزاريو. والله ما ندفع عليها فلس، اعترف والله الله لا اعترف ولا هي قضيتي. تروح تدفع 3 مليار دولار، 3 مليار دولار على بالك كم تبني لك 6 مستشفيات من الطراز الرفيع، تصنع لك مصانع يستفيد منها الشباب الجزائري، تقدر تصنع بها نفوذ. لو أعطيتها في حاجة صحيحة تعطيها على جال البوليزاريو. هذا ما حدثكمش واش يدفعوا إلى دول هذوك نتاع أمريكا اللاتينية ودول إفريقية، مليارات تروح فقط من أجل الحفاظ على الاعتراف بجمهورية البوليزاريو، حتى أصبح وجود الجزائر الدبلوماسي والتاريخي فقط من أجل مناهضة المغرب. الدولة راهي عندما تتواجد راهي تنافس قوى، تحاول تجد لنفسها نفوذ، ما توليش هدفها فقط جارها، وهذا دليل ضعف. عندما يكون إنسان همه فقط جاره، إذا جاره زاد طوبة في الدار يحاول يكسرها له، هذا ما يصلح للرجولة ولا للمروءة. ولكن الرجل هذا على مستوى الفرادة، الرجل اللي يكون عنده اهتمامات كبيرة والله ما يهتم بالأشياء هذه، يحاول يهتم بأمور كبرى. نظام جزائري نظام فاشل وعاجز، بدل أن يهتم بالقضايا الكبرى مهتم فقط بمعاكسة المغرب. والمغرب راهو يتطور وتبون يتعور ويتخور ويتهور. المغرب دخل قبل من في أزمة مع ألمانيا، انتهت بالإشادة بتاع الحكم الذاتي ودعمه، وها هي تجدد هذا الأمر. صفعة دبلوماسية من دولة أوروبية ذات الثقل الاقتصادي. وقال لك حصرية الحل السياسي للأمم المتحدة. الجزائر ضرب تفرح تقول لك قال لك حصرية الأمم المتحدة. الأمم المتحدة راهي عندها بعثة المينورسو الاستفتاء، رغم أن القرارات اللي تصدر من مجلس الأمن ما عادوش يذكروا كلمة الاستفتاء، فقط تذكر كلمة الاستفتاء حتى في تقارير الأمين العام للأمم المتحدة في إطار التسمية التي أطلقت على بعثة المينورسو في المرة الأولى التي أرسلوها. فقط ما عادت حكاية الاستفتاء لا عند الأمم المتحدة لا عند مجلس الأمن ولا عند الصحراويين اللي موجودين في الداخل، ما زالت عند قيادة البوليزاريو وربما عن بعض الصحراويين اللي رهائن في المخيمات. إذن ألمانيا تجدد تأكيدها على دعم الحكم الذاتي. لم يقتصر الأمر على ألمانيا فقط يا ناس، ذكرت لكم من قبل إسبانيا جددت تمسكها باعترافها بمغربية الصحراء. خلاص، والجزائر عادت إلى بيت الطاعة من دون أن تحقق شيء. ليس الأمر هكذا فقط، إسبانيا، ألمانيا، هناك أيضا بلجيكا، ما زالت الآن أكثر من 11 دولة أوروبية تعترف بسيادة المغرب على الصحراء. هذا المشروع يفرض نفسه. شوف الفرق ما بين دولة مثل المغرب تفكر بمنطق دبلوماسي ذكي، وبين الجزائر تفكر بمنطق غبي.
كيف؟ المغرب كان أعلن اتفاق وقف إطلاق النار ودار الأمر هذا ومشى في إطار حل معين. بعد ذلك الأمور تمشي وهو يقوم بالتنمية وصناعة الإنسان في هذه المناطق، ووصل هاك شفت طرح مبادرة الحكم الذاتي. منذ ذلك الحين وهي تفرض نفسها. الطرف الجزائري لم يطرح شيء، لأنه الطرف الحقيقي هي الجزائر، بوليزاريو مجرد أداة. لم يطرحوا شيء سوى الدولة والجمهورية. غباء الاستراتيجي الذي وقع فيه بومدين لما أعلن الدولة. أكبر خطأ وقعت فيه البوليزاريو لما أعلنت الدولة. لو بقيت في إطار حركة تسمي نفسها تحررية أو تسمى تخررية هذا شأنها، لكن إعلان دولة في إقليم جغرافي أجنبي وفي مخيمات يعني واحدة المسخرة، وبعد يعترفوا بك دول إفريقية، وبعد ذلك تحولت إلى وسيلة تبتز بها الجزائر من أجل تحقيق مكاسب هذه الدول. أكبر غلط. من المفروض تخليها أنت تقول بتقرير المصير. يعني الصحراويين في نظرك ما قرروش مصيرهم، لازم يروحوا الاستفتاء باش يقرروا مصيرهم. لماذا أنت أعلنت لهم الدولة؟ هاك أنت قررت لهم مصيرهم. غباء. المغرب مارس سياسة الأمر الواقع. استرجعت أقاليمي الجنوبية. أنا اطلعت على ملفات تتعلق بتأسيس البوليزاريو. في بدايتها تأسست كحركة تحررية في إطار تحرير هذه الأرض لاسترجاع الوحدة الترابية للمملكة المغربية. هكذا كانت البداية، وهذا اللي وصلنا له. وراي صارت فضائح، والقادم صدقوني أسوأ مما تتخيلون.